الثقة الحقيقية مش في ان احنا نعمل دوشة ونبان وان انا موجودة شوفوني. الثقة الحقيقية في الهدوء. وانا دايما بتكلم عن ان الشخص الهادي ده شخص عاقل وجذاب اكتر. اصل معلش يعني انا هعمل دوشة ليه؟ هقول للناس تشوفني ليه؟ هما مين دول اصلا علشان احس منهم بقيمة؟ مين دول؟ ليه اعمل في نفسي كده؟ ليه اقلل من نفسي للدرجة دي علشان بس اللي قدامي يديني قيمة؟ ما هو حضرتك لو انتي مش مدية نفسك قيمة وعارفة قيمتك كويس وعارفة انتي مين، اللي قدامك ده مش هيشوفك اصلا. هي قمة الثقة فعلا، والثقة الحقيقية في الهدوء والسكوت، مش في الكلام والرغي الكتير. وان انا احاول ان انا دايما اثبت للي قدامي ان انا ناجحة، انا معايا فلوس كتير، انا حلوة، انا دمي خفيف، وانا مش دي ثقة ابدا. وانك على قد ما انتي ما بتحاوليش تثبتي للي قدامك ثقتك بنفسك، على قد ما انتي واثقة في نفسك. العكس بقى، يعني طول ما انتي بتحاولي انك تثبتي للي قدامك اعرفي انك ضعيفة. مش دي الثقة ابدا. وعلى فكرة هو مفيش شخص بلا قيمة، يعني كلنا في حتة جوانا كده بتحسسنا بقيمتنا، بس احنا اللي مش شايفينها، او احنا اللي مش عايزين نشوفها، او احنا اللي مش عارفين نشوفها، علشان دايما عقلنا وشغال في ان احنا محتاجين اللي قدامنا هو اللي يثبت لنا ده، مين من اللي قدامنا هو اللي يدينا القيمة دي. مش فاهمين ابدا ان اللي قدامنا بيعاملنا زي ما احنا حاسين وشايفين نفسنا، مش العكس. وبجد الشخصيات اللي زي دي بتكون دايما عايشة في اكتئاب كده، على طول دايما مكتئبة، مش عارفة هي عايزة ايه، مش شايفة نفسها. دايما بتفكر في اللي قدامها، شغلة نفسها وان هما دايما هيكونوا شايفينها ازاي. اول بقى ما ترمي كل ده، واول ما فعلا الفكرة دي تتغير وتفهمي نفسك بجد، وقتها بس انتي هتلاحظي الناس اتغيرت معاكي ازاي وتعاملهم اتغير معاكي ازاي. هتحسي ان كل حاجة حواليكي اختلفت واتغيرت، لان انا زي ما قلت انتي اللي بتحطي قيمتك لنفسك والناس بتعاملك على اساسها، مش العكس. معلش يعني هو انتي بتحاولي تثبتي لمين؟ بتحاولي تثبتي لصاحبتك اللي بتقلل منك، ولا بتحاولي تثبتي لقريبتك انك احسن منها، ولا بتحاولي تثبتي لصاحبك اللي مش شايفك اصلا وشايف اي بنت تانية برقبتك؟ بتحاولي تثبتي لمين؟ ما كل الناس دي مش شايفاكي اصلا، فانتي بتحاولي تثبتي لهم ايه؟ طب كام مرة شفتوا شخصية ما عندهاش معلومات عن اي حاجة، لا تفقه اي شيء في اللي هي عمالة تهري فيه ده، بس بتتكلم بثقة، انتوا نفسكم متبقوش عارفين هي جايبة الثقة دي منين، بس بتسمعوا لها. يعني مش اللي هو مثلا اسكتي، لا انتوا بتسمعوا لها، تتكلم بثقة رهيبة تخليكوا تقتنعوا وتسمعوا الكلام اللي هي بتقوله حتى لو كان هبد. كام مرة شفتوا الشخصية دي؟ سألتوش نفسكوا ليه؟ ليه البني آدمة دي مثلا كلنا بنحب قعدتها وكلنا بنسمع لها حتى لو كانت بتقول أي كلام في أي كلام؟ عشان واثقة في اللي هي بتقوله، عارفة ان انتوا هتقعدوا تسمعوا لها غصب عنكم. كام بنوتة مثلا جسمها مثلا مش ملائم لمقاييس الجمال دلوقتي بالنسبة لنا مثلا، وبتلبس اللبس اللي هي عايزاه حتى لو مش مناسب جسمها. طبعا انا مش بقول الكلام ده صح، يعني لو هي مثلا بتلبس يعني لبس كاشف او كده، بس انا بقول لكم كام واحدة كتير صح تلاقي مثلا جسمها وزنها زايد شويتين تلاتة بس بتلبس اللي هي عايزاه. ما هو في واحدة زيها بتلبس، ولكن ممكن تلبس نفس اللبس بس دي بتلبسه علشان وهي مش واثقة في نفسها، عشان هي شايفة نفسها تخينة مثلا او مليانة، على عكس اللي بتلبس نفس اللبس وهي عارفة انه لايق عليها، وهي حاسة بنفسها، واثقة في ان انا حلوة، انا حلوة زي ما انا حلوة، وانا تخينة وانا رفيعة وانا طويلة وانا قصيرة، مش محتاجة اثبت لحد. بات الجمال دي مجرد يعني خزعبلات.
ملهاش اي معنى. كام واحدة تقعدوا معاها ومفيش حد من اللي قاعدين يستجري بس ان هو يقول لها ده مش لايق عليكي، قليلين مش كده. وكام بنت بقى ملكة جمال بتلبس احلى لبس وعايشة احلى حياة وجميلة وملامحها حلوة، بس في اي قعدة تلاقيها هي الكلاون بتاعت القعدة، هي اللي عليها الحفلة. البنات اللي حواليها او الناس اللي حواليها بيتنمروا على اي حاجة فيها، وهي مش قادرة تنطق، مش قادرة تدافع عن نفسها، ولا قادرة تسكت اللي حواليها. فانا اللي انا عايزة اقوله مش اي درجة من درجات الجمال هي اللي تحدد ثقتنا بنفسنا عاملة ازاي. بالعكس زي ما قلت ممكن الجميلة يتنمروا عليها، واللي مثلا اللي بالنسبة لكم ان انتوا تشوفوها مثلا اقل من العادية محدش يستجري يقول عليها. ما تحاولش تثبت لحد انك كويس، لا في الموقف اللي حصل ولا المشكلة اللي حصلت ما بينكم. طالما هو مقتنع انك قد ايه شخص سيء، سيبه الزمن يوريه. لما يعامل بني ادم تاني او شخص تاني ويعرف فعلا ويتحط في نفس الموقف ويعرف فعلا الفرق ما بينكم انتوا الاتنين، هيعرف وقتها قيمتك. وحاجة كده انا دايما مقتنعة بيها، كل واحد بيشوف اللي قدامه بعينه هو. انا لو وحشة هشوف الدنيا كلها وحشة، انا لو حلوة هشوف البني ادمين كلهم على نياتهم وحلوين. ده الفيصل بالنسبة لي. مشكلة بتحصل ما بحاولش اثبت للي قدامي والله انا مش كانش قصدي، ما بحاولش. حتة العتاب والكلام وان انا اثبت ان انا ما كانش قصدي، بطلت خلاص. او اصلا انا مش من النوع ده. والله انت شايفني كده خليك شايفني كده. لما تعاشر ولما تعامل حد غيري وتتحط في نفس الموقف انت اللي هتحكم انا ساعتها كنت ايه، مش انا اللي هحاول اثبت لك العكس. انا دايما مقتنعة ان كل واحد بيشوف البني ادمين بقلبه وعينه هو. كان في مقولة بتقول كله يرى بعين طبعه، نقطة. انتوا مين بقى عشان اثبت لكم انا شخص كويس ولا شخص واثق من نفسي ولا معلش يعني. طب هتقولوا لي دلوقتي يعني لو حصل مشكله ما نعاتبش، لو حصل مشكله ما لو الشخص اللي قدامك يستحق انك توضحي اعملي كده، لكن لو شخص دايما شايفك وحشه فانت ده محتاجه تثبتي له ايه؟ معلش، ما هو خلاص واخد الصوره دي عنك. مش واخد الصوره دي عنك عشان انت وحشه، لا ده واخد الصوره دي عنك عشان هو وحش. طيب معلش، انت ليه دلوقتي بتصدقي ان الناس بتقول عليكي وحشه وما بتصدقيش وما بتحاوليش تثبتي لنفسك انك حلوه؟ يعني ليه؟ طب ما هي ما هم بيثبتوا لك كده، طب ما انت تثبتي لنفسك العكس. ليه مش عايزه تثبتي لنفسك العكس؟ ولا انت عايزه تعيشي دور الوهم والضحيه؟ مش منطق ابدا. عايز يثبت لنفسه حاجه بيثبتها. هم دلوقتي عايزين يثبتوا لك انك وحشه، انت صدقتي ولا لا؟ صدقتي، عشان هم عايزين يثبتولك ده وعايزين يخلوكي شايفه نفسك كده. ليه احنا ما نعملش العكس؟ ليه احنا ما نثبتش لنفسنا ان احنا حلوين ونصدق ده؟ هم عايزين يثبتولك انك مش واثقه من نفسك وانت صدقتي ده. طب ما هم عايزين يثبتولك وانت صدقتي. طب ما تثبتي لنفسك بقى انك واثقه في نفسك تصدقيها، مش عشان الناس، مش عشان هم يقولوا الله دي واثقه في نفسها، الله دي حلوه، الله دي قد ايه ناجحه. لا مش عشان الناس، عشانك انتي بس. طول ما انتي بتسعي انك تثبتي نفسك للناس والله صدقيني ده ما هيحصل، ولو حصل هتنجحي خطوه وتقعي ال10. اصل انتي ما بتعمليش كده عشان نفسك، انتي بتعملي كده عشان الناس. فما تحاولوش تثبتوا حاجه لحد، واعرفوا قيمه نفسكم وخلوا عندكم ثقه في نفسكم. بس كده، السلام عليكم.